إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الله آباء المؤمنين أمهات أخوات المؤمنات يقول الشاعر الحكيم عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تعتمد على النسب فقد وقع الإسلام صراعا ثالثي ووضع الشرك الشريف أبي لهب وقال له عليك بتقوى الله في كل حالة فإن تقوى الله ما جاء ربك إلا غفر ليس من يقطع روحا بطرا إنما من يتقي الله الغفر. عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات القرآن كلام الله ورسله فيه نوافله ونواهيه يتضمن التوحيد والشريعة والطاعة والعبادة يتضمن الأخلاق الطاهرة والمجاهد والمحاسن ويتضمن المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة يخرج الحق والعدل ويحبب النفس والعز هو نظام شامل كامل وصالح لكل عصر وعمر لكل مسلم ظاهر وظاهر سبيل الأكل والقلب عف اللسان ونقي السريرة متأدب مع ربه جل وعلا في الحقوق والواجبات متأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم متأدب مع الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من العلماء والصالحين والدعاة وأئمة الدين متأدب مع أهله وذوي أفعاله متأدب مع نفسه متأدب مع جميع الناس ولذلك وعليه ولأجل وقال الإسلام مرضي الحاضر والظاهرة من السعودات الخبيثة من السعودات الشريعة وقال الحاضر من الأخلاق القبيحة ومبادئ الشريعة ومن كل السلوكات الحضارية والتي تعد حالة
والمؤمنات. إنها الطيبة التي لا تخلو من الأرض ولا تحلو من دون المجالس، هي الكلام الحكيم وفاكهة الحديث سرا وجهرا بين الله وعلمه. فعند كثير من الناس كقهوة الصباح وفطور الغداء وطعام العشاء الناس فيها سواء، لا يكاد ينكر منها أحد من ولد ولا ولد إلا ولا رحم الواحد الأحد. الأب فيها مثل الجد والحب فيها كميتها والحب طيب مع أختها. الليلة والمؤمنون والمؤمنات هي أحدث الطعام وأكثر الكلام وأكثر الأطعام، وهي أشد من فك الزنا على الورع والأمان. فكم من جوع الجو على البلد، وكم من كسر جبل والكلس، وكم من ضرب سال أوامره والمحل، ولكن جراح الكلام ولا صبر ولا ترفع، وجراح الغيب لا تجبر ولا تشفع. أيها المؤمنون والمؤمنات، الغيبة آخر حركة من جملة من الأخلاق الخبيثة والصفات الشنيعة من القتل والطعن والسب والشتم والاحتقار والانتقاص والاستهزاء والازدراء بالكذب والزور والبهتان. أظن هذا الله رحمه والله هذا تجسس والهوى. يقول الله جل وعلا بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تمسكوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أو بيننا صدور وحرمات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم واغتبوا ولا تجسسوا وإكرام ولا تجسسوا. وآخر الحلقة أكثر الطعام وأكثر الكلام وأشد الأبطال الغيب أيها المؤمنون والمؤمنات. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وروى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الآداب والبر والصلة في باب تحريم الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك لا بما يدفع. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد تهته. فأصل الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. إذا فغيبة المسلم أيها المؤمنون والمؤمنات هي ذكر الغيب بمهد الغيب، هي أن تذكر أخاك وتفتح في عرضه وصفائه، أن تفعل بشرعه ذلك وهو مسافر مالك، أن تسخر من قوم ليس من قومه، أن تزال النساء من نساء بغير حقه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألفاظ، بئس الاسم الفسوق
هم الظالمون. وتشمل الغيبة أيها المؤمنون والمؤمنات كل ما يفهم منه الذنب والشرب والخوف والطعن، الاحتقار والانتظار والسخرية والتواضع والاستهزاء والمعايرة، سواء كان ذلك حقا أم نصا، سواء كان حقا أم نوزا، سواء كان إشارة أم غمزة. أيها المؤمنون والمؤمنات، وأشد الغيبة خطرا وأعظمها صورا أشملها وأرفعها ما يقع فيه الناس من أجل لحوم العلماء والصالحين، ما يقع فيه الناس من أجل لحوم الدعاة وأهل الدين. أشدها التضارب على الصالحين، تتبع عوراتهم، تأصل بياناتهم. أشد الغيبة وأخطرها الطعن في العلماء وأهل الدين والصالحين. فالعين غمازة واللسان همازة والكلمات لمازة. لم يبقى عالما إلا دعموه، ولا إماما إلا جرحوه، ولا صالحا إلا شوهوه ومدسوه، يحتقرون مكانتهم، يحبون من شأنهم وغنمهم. أيها المؤمنون والمؤمنات، جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من خطية، حسبك من خطية، يعني أنها قصيرة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم معها كما يشعر اليوم في مجالس المجلس والمدينة. هل أقرها على ذلك؟ كلا كلا كلا، بل رضي الله عليه وسلم من أحوال الواجب وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقال لها: لقد قلت كلمة لو مدجت بماء محكا لجلد، مياه البحار والمحيطات مالحة، لو أدخلت فيها هذه الكلمة لغيرت طعمها. قولوا بربكم أيها المؤمنون والمؤمنات، كونوا صادقين مع الله جل وعلا ومع أنفسكم وربما في حياتكم. هذه هي صفات عباد الرحمن التي ذكر الله جل وعلا في القرآن. هذه صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات، أن يمكن للقلب المؤمنة، أن يمكن للقلب المؤمن أن يحمل كل هذا الشر، أن يحمل كل هذا المنكر وهذا الطريقة والإحراق. الجواب في أنفسنا وقرارنا في قلوبنا، وكل واحد يعرف نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الغيبة عباد الله كثيرة من الكبائر، عظيمة من أعظم الذنوب، من سوء والمسيرة والربا والزور والكذب والسرقة وقتل النفس بغير حق. اتفق العلماء على أنها كبيرة من أعظم الكبائر. ذكر الذهبي في كتابه الكبائر، وذكر الهيثمي في كتابه الثواب عن انفراط الكبائر، وضرب هذا المقام باب الثامنة والثالثة والأربعون له 200
هذه كبيرة يشترك فيها قائلها وتابعها ولاعبها. ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك وسنبين إن شاء الله تفسيرها. أولا قوله جل وعلا ولا يتفاوتكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليس فكرهتموه. لا هنا للتحريم، أي أن الغيب كبيرة من الكبائر يحرم على المؤمن إنكارها وإرادها. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليس فكرهتموه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي كما يتكرهون أكل الجيب والصادقة قطعا فكرهوها شرعا، فهما لا يختلفان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن المختار يؤتى يوم القيامة ويقدم له لحم أخيه للسائر في الدنيا، يقدم له لحم أخيه ميتا ويقدم كله ميتا في الآخرة كما كنت تأكله حيا في الدنيا. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حرج به أي في حادثة الإسراء والمعراج وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وعذاب جهنم قال لما حرج به رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس قال يخبشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كما ورد الإمام البخاري وأيضا في صحيحه قال باب الغيبة من عذاب القبر وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان بكبير وانه لكبير اما احدهما فكان لا يستبن من كونه اي لا يتنحر من كونه عند قضاء حاجته، واما الاخر فكان يمشي بالمدينه بين الناس والغيبه والمدينه واجهان بيده واحده. ثم ان حديث المسلم لا يخفى عليكم ان المختار الذي يلعب في اعراض الناس ويتتبع عوراتهم ويمسك شرف المؤمنين والمؤمنات بغير حق سواء كان ذلك حقا او بهتانا هو كل ما تذكر به اثاره وذكره سواء كان حقا من باطلا. يأتي يوم القيامة مخلصا تؤخذ منه الحسنات وتطرح عليه السيئات فإذا ذكر الحسنات طرح في الماء. والغيبة منه الدنيا من الناس لا يكاد يسلم منها أحد صغارا وكبارا نساء ورجالا مصلون وسائل الصلاة على حد سواء. ولقد أخذ الشرع بذلك فقال يشاركك المختار في حسناته فيعطيك أجر ثوابه وقوله فقل أيها المختار فيه هل بقي أجر حج مهاته وقل يا رب جاته وكافه وكفر عنه من سيئاته. ثم اعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات أن المختار إنما يسب الله جل وعلا. حقيقة المختار أنه يفعل بعلم الله جل وعلا وينتقص من قدرته سبحانه وتعالى. فأنت إذا حياك إنسان بلونه أو بشكله أو بلسانه هذا الإنسان هل هو الذي صور نفسه؟ هل هو الذي أوجد نفسه؟ الله جل وعلا هو الذي أجاه وأبدعه
والإبداع. فاتقوا الله أيها المؤمنون والمؤمنات في كل ما تقولونه، وراقبوا أنفسكم في السر والعلن، فإنما هذا النقاش أكثر علينا من سائر الجوارح، فهو يجمع على الآثام وأخرى الذنوب والسيئات التي قد تكونها وتتوقع بها وأنت لا تشعر بها، ولكنها تهمي بك في نار جهنم 70 خريفا. وفي الأخير الله تبارك وتعالى أسأل أن يصلح أنفسنا وأن يصلح ألسنتنا. اللهم يا رب العالمين واهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا تهدي إلى أحسنها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم زكي نفوسنا وآتنا تقواها، أنت خير من زكاها. اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والضراء، من الحقد والحسد، من أسقام الصدور وأنواع القلوب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لوالدينا ولمن علمنا وهدانا. اللهم اغفر لمن صلى معنا ولمن ساهم في مسجدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم فك اسر المسؤولين وانصر المظلومين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر السنة وأهلها واقتل البدعة وأصحابها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشيائهم، اللهم ارفعهم عددا وأذلهم بلدا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انصر لك الأمور لا تحب وترضى وسددهم في طارق الميلان والعباد، انك سميع قريب مجيب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.